سمسم النهاردة هتحكي لكم حكاية جميلة عن الصدق، اسمها منصور الحطاب. كان يا مكان في بلاد بعيدة واحد حطاب اسمه منصور. منصور كل يوم الصبح ياخد العربية بالحمار بتاعه وياخد الفاس ويطلع على الغابة يكسر الخشب ويبيعه في السوق. وفي يوم من الأيام كان فوق الجبل شاف 2 أشرار معاهم صندوق كبير فيه كنز. حفروا في الأرض وحطوا الصندوق وحطوا عليه حجر، وبعدين وهو بيتحرك كان فيه طوبة وقعت وعملت صوت. الناس الأشرار بصوله وعينيهم كلها شر، كان معهم سيوف. منصور خاف واترعب وطلع يجري جامد، وهم مسكوا السيوف بتاعتهم وقالوا لازم نموت اللي بص علينا ده لحسن ياخد مننا الكنز. بعدين قالوا الأول لازم نغير مكان الكنز، وفعلا حفروا حفرة تانية في حتة بعيدة وحطوا الكنز فيها وحطوا عليه حجر. ومنصور قعد يجري جامد ونسي العربية بالحمار بتاعه وجري بعيد، وهم خدوا الحصانة بتاعتهم وقعدوا يدوروا على الراجل اللي بص عليهم. بعد ما مشوا شوية لقوا العربية بتاعت منصور، قالوا يبقى هو جري على رجليه احنا هنلحقه. وفعلا مشيوا كتير بالحصانة بتاعتهم وهو جري لقى واحد عجوز عنده كوخ، قال له لو سمحت خبيني في ناس أشرار عايزين يموتوني وبيدوروا عليا. وهو كان الراجل ده بيعمل السلال من سعف النخيل ومن الخوص، وعنده كومة خوص كبيرة، قال له استخبى تحتيها وما تعملش أي صوت ولا أي حركة. وبعدين الناس الأشرار راحوا للراجل العجوز قالوا له ما شفتش واحد بيجري من هنا أو استخبى عندك؟ احنا عايزينه. قال لهم أيوة تحت كومة الخوص اللي هناك دي، هو هناك. راحوا بصوا لبعض وقعدوا يضحكوا، قالوا الراجل ده يا إما مجنون يا إما بيضحك علينا، أكيد مش هيقول حقيقة. ومشيوا وسابوه. وبعدين بعد ما مشيوا منصور طلع من تحت الكومة وراح للراجل العجوز وقال له انا بأمنك على حياتي وبقولك خبيني، تقول لهم مكاني؟ ليه بتعمل كده؟ ليه قلت لهم على مكاني؟ ليه ما قلتش حاجة تانية؟ ليه ما كدبتش؟ قال له يا ابني ما تخافش، الكذب مش كويس، انا عمري ما اقول الكذب، انا دايما بقول الصدق، والصدق هو اللي نجاك، لان ربنا بيحب الانسان اللي بيقول الصدق. عشان كده احنا ما ينفعش نكذب خالص. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟